يا رب اجعلني قويا عندما لا أجد من يتقاسم معي الوجع. يا رب املأ قلبي صبرا وصدري شرحا وعقلي راحة طويلة الأمد. يا رب أوجد لي زاوية أبوح بها ودعاء يثلج صدري ويقينا بتيسيرك. يا رب استر عيوبي واغفر ذنوبي ولا تفجعني بفقد أحد. يا رب اجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي وفاعلا للخير، واجعلني سببا لفرح الناس وسعادتهم، ولا تضعني في مواقف متعبة ولا ظروفا سيئة ولا ظروفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما ندخل الفيديو بتاعنا صلوا على رسول الله، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل الاشعارات على الكل، وصلي بينا على سيدنا النبي. وندخل على الفيديو. اول حاجة، اول ما صحيت من النوم كده كان عندي كيكة زي ما كنت موريها لكم في الفيديو اللي قبل ده على طول، بتاع تنظيف عند الطيور. كان عندي باجي منها، فافطرت بالكيك وعملت كوباية شاي بلبن من محبي شاي بلبن بشكل فظيع. فعملت لي كده كوباية شاي بلبن كده حلوة محترمة. وفطرت ودخلت على المطبخ على طول. طبعا قبل كل شيء احنا بنصحى بدري على الساعة 5 الصبح، بنفطر اولادنا وبنظبطهم ونعمل لهم السندوتشات بتاعتهم. وطبعا بنكون قبل ده كله مصليين الفجر ونطلع ولادنا على المدارس. انا بصراحة في الفترة دي يعني الاول هقول لكم اعمل ايه، وهحكي لكم انا بيبدأ يوم ازاي. النهاردة كان معانا غدا. كنت عايزة اعمل صينية سمك غير تقليدية، يعني كله عندنا نزلت برد والجو والاكل الدسم طبعا طول الشتاء. فكنت عايزة اعمل طريقة سمك او صينية سمك بشكل جديد. هي الصينية دي بتتعمل بالسمك الماكريل، بس انا حبيت اغير واجود يعني من عندي، وحبيت اعملها بالسمك البلطي العادي. جبت هنا بصل وقطعته شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وفلفل وبطاطس، ومحطتش فيها طماطم خالص. البطاطس والبصل والفلفل، وهتبلهم بكمون وكزبرة وشرايح من التوم، يعني بصوا هظبطها تظبيطة حلوة. والسمك عندي في اللي شفتوا التتبيله بتاعت السمك اللي في الاول كان عباره عن توم وخضره وكمون. طبعا السمك بيحب الكمون، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وفلفل اسود وملح وبس. وضربتهم على الكبه وتبلت السمك بتاعي، وهديه جليه خفيفه جدا. وممكن كمان احطه، لا كمان في الفتره دي ما جليتهوش، معلش انا عندي دور برد مش مركزه. هو كده متبل، وحطيته كده على البطاطس، وحطيت عليه شكشاك بسيط جدا من الميه، وحطيته في الفرن. قلت على بال ما اخلص اللي ورايا، انا كنت قبل المبدأ الروتين ده كنت غاسله جبل من المواعين، فحبيت ان انا ادخل على الفيديو على طول. زي ما انتوا شايفين كده هرشرش عليها حبة من الزيت بسيط جدا. شوفي لو كنت هتجليه كان هيكون غرقان ازاي في الزيت. الطريقة دي هتكون صحية وخفيفة. وهحط عليها ليمونتين كبار هعصرهم عليها، هديكي احلى طعم لصينية السمك. نرجع لمرجوعنا في الاول. انا ببدأ يوم ازاي؟ زي ما قلت لكم بنصحى اول حاجة خالص بنعملها، سواء انا وزوجي واولادي بندخل الحمام ونتوضى، وبعد كده نصلي الفجر. بنكون صاحيين الساعة 5، يعني يكون الفجر لسه مأذن ملوش حاجة. وبعد كده بندخل كل واحد يعني محضر له كل هدومه من بالليل بتاعة المدارس بتاعة أولادي، وبكون محضرة لهم السندوتشات وأعمل الفطار. عادة بيفطروا شاي بلبن. الأطفال ما بتحبش تاكل أي حاجة يعني تجيلة كده الصبح. هو سندوتش الجبنة وكوباية الشاي بلبن، وسلام عليكم على كده، وكل واحد يروح مدرسته وجوزي يروح شغله، وانا ببدأ اشوف حالي بروح لطيوري. وبعد كده برجع بشوف ايه اللي انا ممكن استعد بيه للغدا. كنت اكبر غلطة بعملها ان انا بعد ما يمشوا اولادي يروحوا لمدارسهم انام الصبح. طبعا هنام الصبح
ممكن النوم ياخدني يجيبني حتى الساعة 10. هنا انا وبحكي لكم بقول لكم كده، بصوا لو عندكم خضرة ولا عندكم بصل اخضر ما تشيلوهوش او تحتفظوش بيه في التلاجة، وهو كده يعني بالعروش والاتربة بتاعته. حاولي تنضفيه وتغسليه وتقصي الشراشيب الزايدة عشان ما ياخدش معاكي مكان في اي علبة تلاجة، وحطيه فيها هيفضل معاكي اطول فترة ممكنة. اكمل كلامي في اني فعلا بارك الله في بواكير امتي. لما تعملي اي شغلانه الصبح بدري بصي هتنجزي وهتخلصي بسرعه. هتحسي ان طول اليوم ان انت قاعده فاضيه وان انت ما عملتيش حاجه، على الرغم ان انت بتكوني عملتي شغل شاق وعملتي مهماتك كلها في اول اليوم. بعد كده هتحسي ان انتي عندك وقت لولادك تذاكري لهم، عندك وقت لولادك تقعدي معاهم، عندك وقت مثلا هتعملي اي شغلانة تانية مثلا. طبعا في متسع عندك ظرف الدولاب حابة توضبيها، تعيدي ترتيبها من تاني. المطبخ مثلا عايزة ترتبي فيه ظرفة ولا ظرفتين من دولاب المطبخ، هتلاقي الدنيا معاكي متنظمة وحلوة وسلسة. هتبتكري، هتحاولي ان انتي تغيري من نظام البيت شوية، من العفش تشيلي دي وتحطي دي. التغيير مطلوب في كل شيء. بصوا هنا شكل صينية السمك، بس الإضاءة كانت ظلمها لأن كان الفلاش بتاع التليفون البطارية كانت جربت تفضى وما صورتش المنظر الطبيعي للسمك. بصوا أنا كان عندي سمك، السمك الصغير خليته ده في وقت تاني للجلي، والكبير خدت النص اللي من تحت كده اللي هو في الديل وعملته صينية سمك. اتغدينا واتبسطنا، الكلام ده كان في الدور. طبعا اخر اليوم ولادي مش عايزين ياكلوا، وطبعا مش هياكلوا مثلا باقي صينية السمك والكلام ده لا، فعايزين حاجة خفيفة. فخطرت على بالي ان انا اعمل رز بلبن. كان عشان ساعتها رز بلبن، وكان طعمه روعة، خفيف وحلو ومغذي عشان فيه لبن للأولاد. يعني بكوبايتين رز عملت عشوة جميلة جدا، وما حطيت لهاش نشا، ما حطيت لهاش كريمة، ما حطيت لهاش الحاجات دي. بس عايزة اقول لكم بعملها بطريقة حلوة جدا، اللي هو ان انا بنقع الرز، بغسل الرز كويس وبنقع الرز في حوالي كوبايتين او 3 كوبايات لبن على حسب الكمية اللي انت عاملاها. بنقعها في اللبن لغاية ما تشرب كمية اللبن كلها. بعد كده بحط لها حبة ملح صغيرين اللي هو السنة كده اللي يظهر طعم الرز. وبعد كده اضيف لها مية مغلية واكمل الباقي لبن واديها غلوتين. هي مش هتاخد غلوتين ويستوي الرز ويكون كريمي ويكون حلو جدا، وبصوا طعمه روعة. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. كده خلص روتيني، استودعكم.